عمرك فكرت ليه جاكس أرنب؟ ليه قطته شكلها كأنها بتاعت بنت صغيرة؟ أو ليه هو أكتر شخصية عنيفة؟ استعدوا لأن في الفيديو ده هنحلل أكتر نظرية مزعجة واللي هتخليك تكره جاكس. احنا عارفين إن جاكس أرنب، بس تصميمه مش لمجرد إنه شكله حلو أو كول. ولو سألتوني التصميم ذا شكله متناقض شوية. احنا عارفين ان جاكس مش لطيف خالص، هو دايما بيضايق الكل وبيوصل انه يضربهم كمان. طيب يا جماعة، هنا بقى الجزء المثير. لو فكرنا شوية، الأرانب دايما بتجري وتهرب، هما فعلا خوافين جدا. ولو ربطنا كل ده بماضي جاكس، هتلاقي انه كأنه بيهرب من حاجة عملها زمان ولسه بتعذبه. فايه هو الشيء اللي جاكس بيهرب منه؟ بصراحة الإجابة شكلها مرعبة جدا، وكل الأدلة بنلاقيها في أوضته. لما بنشوفها لأول مرة بنلاقيها مليانة ألوان قوس قزح وألوان زاهية. وإجابة مثيرة للاهتمام قالتها المبدعة عن تصميم أوضته هي إن قوس قزح بيمثل إن جاكس كان شخص كويس قبل ما يحصل له حاجة صادمة، غيرته. ده غريب جدا، خصوصاً وإحنا عارفين قد إيه جاكس شخص سايكو. وحاجة تانية غريبة عن الأرنب البنفسجي ده، إنه بيبقى شارد جداً لما رجثة بتتكلم عن أمها المسيئة قدامه. غالباً ده بيفكروا بذكريات وحشة، يمكن عشان هو كمان مر بحاجة شبه كده. وكمان حاجة يمكن ناس كتير شافوها سخيفة شوية، إن جاكس بيتوتر وبيتضايق جداً لما حد يجيب سيرة الذرة. بس يعني مش شايف إنها مجرد نكتة وخلاص، بالعكس أظن إن الخوف ده كمان ممكن يكون جاي من الصدمة اللي حصلت له في الماضي. فلو ربطنا أوضته بتصميم الأرنب البنفسجي والتفاصيل الغريبة دي عن جاكس، كل ده بيشير لحقيقة مخفية حصلت مع طفل. والحاجات دي ممكن تكون مرتبطة بصدمة رهيبة حصلت قبل السيرك الرقمي، وبسبب العناصر الملونة دي وشكلها الطفولي باين إنهم ليهم علاقة بالطفل الصغير ده. غالباً أياً كان اللي حصل للطفل ده، جاكس ما قدرش يواجه اللي حصل وقرر يهرب ويستخبى في حقل ذرة. بس إيه اللي عمله جاكس علشان يهرب بالطريقة دي؟ إيه اللي عمله جاكس للطفل الصغير ده؟ غالباً أنتم عارفين الإجابة، زي ما الحلقة 7 ورتنا. أثناء نوبة الهلع اللي جات لجاكس، شفنا شوية ذكريات من العالم الحقيقي. لو قدرنا نوقف الفيديو في اللحظة المناسبة، هتلاقي تفاصيل بتكشف لنا معلومات كتير عن اللي عمله جاكس. أول فلاش باك بيورينا حد سايق عربية في حي بالليل. كمان بنشوف على جنب الطريق علامة بتحدد السرعة القصوى. العلامة دي جنب علامة تانية مكتوب عليها أطفال بيلعبوا. بعد كده في الفلاش باك اللي بعده بنشوف نور ساطع من بعيد، شكله كده فوانيس عربية. مع كل ده النظرية بتقول إن غالباً جاكس كان سايق بسرعة جامدة وخبط حد، غالباً طفل. وده لو أخدنا في الاعتبار الإشارة اللي شفناها في واحدة من الذكريات. ولو أخدنا في الاعتبار إن أوضتها شبه أوضة بنت صغيرة وتصميمها شبه لعبة محشوة، كل حاجة بتبدأ تبقى منطقية جدا. يعني يا ترى جاكس دهس بنت صغيرة وكل السيرك موجود علشان يفضل يفتكروا بالموضوع ده؟ كل حاجة بتشير لكده فعلا يا جماعة، لأني لو عرفنا جاكس كويس غالبا اتوتر جدا لما شاف إنه دهس بنت صغيرة، وبدل ما يساعدها ببساطة مشي وساب البنت دي. غالبا ده أكتر ذكرى بتعذبه، علشان كده لما دخل السيرك دخل على هيئة أرنب بنفسجي، غالباً لأن البنت كان معاها لعبة محشوة شبه دي وقت ما جاكس دهسها. ولعبة الأرنب البنفسجي دي كانت آخر حاجة جاكس شافها من البنت الصغيرة. وكده يبقى منطقي ليه أوضتها مليانة ألوان قوس قزح وألوان جميلة قوي. وكمان لو بصينا كويس على أوض باقي الشخصيات هنلاقي إن كلها متصممة عشان تعذبه. أوضة زوبل مليانة مرايات، وهي مضطرة تتحمل وتشوف نفسها طول الوقت وتتعامل مع اضطراب تشوه صورة الجسم بتاعها. يعني جاكس هيضطر يتعامل مع كل الحاجات بتاعت البنات الصغيرة دي اللي بتفكروا بأكبر غلطة في حياته. بس الموضوع ما بيوقفش هنا،
في طريقة تانية نبص بيها على كل ده، ولما تفكر فيها كويس بتبقى أبشع بكتير. الموضوع مش بس إن جاكس هرب بعد اللي حصل، لكن كمان بعد الحادث كان في تصادم تاني. حاجة كانت قوية كفاية علشان تسيب جسمه في العالم الحقيقي غير صالح تماماً. ده كده بقى مأساة كابوسية، لأن في الحالة دي السيرك مش هيكون مجرد هروب عاطفي، ده هيكون حرفياً الحاجة الوحيدة اللي مخليه واعي. في الحلقة 7 كانوا سابولنا تلميح مهم بخصوص كبسولات سي و A اللي فيها الأجسام بتفضل عايشة والعقل جوه السيرك. دي مش مجرد صدفة بسيطة، دي كانت طريقة عشان يحافظوا على حياة الأجسام دي. ولما تربط ده بجاكس هتلاقي حاجات كانت غريبة قبل كده دلوقتي بقت منطقية، زي مثلا طريقته في الكلام، أو بالأصح إنه ما كانش بيتكلم. تقريبا عمره ما بيفتح بقه دايما مقفول، كأن ده مش بس جزء من تصميمه، لكن كمان كأنه قيد عليه. وهنا النظرية بتبدأ تبقى غريبة جدا جدا، لأن لو جسمه الحقيقي متضرر ولو بيعتمد على نوع من الدعم عشان يتنفس، ساعتها الأفاتار بتاعه ممكن يكون بيعكس ده، مش بشكل حرفي لكن بشكل رمزي، زي كأن حتى جوه السيرك في حاجات ما بقاش يقدر يعملها، واللي في الحالة دي هي إنه يفتح بقه. أو إيه رأيكم في النكتة المستمرة دي اللي بيشيلوا فيها جلده؟ يمكن في الخبطة القوية دي جاكس اتعرض لحرق أو حاجة خلت فيه أجزاء من جسمه من غير جلد. دلوقتي بعد اللي شفناه في الحلقة 8 باين إن السيرك مش بيحبسهم وخلاص، ده واضح إنه معمول مخصوص عشان يفضلوا جواه في الوقت اللي فيه حاجة تانية بتحصل بره. دي مش مجرد حوادث عادية، في حد أو حاجة بتتحكم في كل اللي بيحصل ده، وده بيخلي وضع جاكس أسوأ بكتير، لأنه مش بس حد مستخبي، ده ممكن يكون حتى مش قادر يرجع لو كان عايز. يعني لو جمعنا كل ده النظرية هتبقى بالشكل ده: جاكس عمل حاجة ما ينفعش تتصلح، دخل في حالة ذعر، هرب، لقى مخرج وخده من غير ما يفكر، بس المخرج ده ما حرروش، حبسه في حاجة تانية، مكان بيفكروا طول الوقت باللي عمله، وجسمه في العالم الحقيقي بقى محبوس، والمكان هو اللي محافظ عليه بشكل صناعي. وأكتر حاجة صعبة إنه حتى لو عايز يواجه ده دلوقتي، غالباً الوقت فات خلاص، لأنه مش بيختار بين إنه يفضل أو يخرج، هو محبوس بين السلك وذكريات العالم الحقيقي. عشان كده كل حاجة في السيرك بتحسها شخصية جداً بالنسبة له، وعشان كده دايماً بيحاول يهرب من واقعه عشان ينسى اللي بره. ومع اللي الحلقة الثامنة كشفته لنا، بقينا عندنا فكرة واضحة عن إيه اللي عمله جاكس. انتوا رأيكم إيه في النظرية دي؟ شايفين إن جاكس فعلاً دهس طفل صغير؟ هنقرأ تعليقاتكم في الكومنتات.